الطفل اللي حير العالم بالرقصة ديالو وسط النهر. قصة أورا بوت كيد من إندونيسيا. كل مرة في السوشيال ميديا كتجينا واحد الفيديو ولا كتجي واحد الفترة كيكون فيها واحد الحاجة اللي مشهورة. بعد ما تشهر بزاف ديال الشخصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جا دور واحد الطفل صغير من إندونيسيا باش يولي واحد ترند عالمي. الاسم ديالو الحقيقي ما معروفش بزاف، ولكن الناس سماوه أورا كيد أو أورا فارمين كيد. أورا واللي كتعني الكاريزما والقوة والطاقة. غير هو ما عنده لا علاقة بالفلاحة لا والو، هو معروف بالرقصة ديالو الغريبة فوق قارب صغير في وسط النهر في إندونيسيا. اشنو كيدير بالضبط؟ كيوقف مقدمة الباطو، كيلبس شي حوايج تقليديين وكيبدا يدير حركات كأنه في فيلم اكشن ولا فيلم انمي ديال نينجا. والمفاجأة هادشي كيرجع روتين يومي عنده. الناس بداو يتسالوا شكون هاد الطفل، علاش كيرقص في وسط النهر، واش كيمثل، واش هادشي متفق عليه ولا غير كيتسلى في الدوار ديالو. معلومات اللي مؤكدة حاليا انه هاد الطفل هذا من اندونيسيا، وكاين بزاف بحالو في القرى الساحلية كيعيشوا من الصيد وكيكبروا وسط الطبيعة بعيد على الضجيج ديال المدينة. وهاد الرقصة بالنسبة لهم جزء من الثقافة والفرجة، وانهم كيديروا كل عام مسابقات ماراثونية ديال القوارب والتجديف. وفي كل مقدمة ديال قارب كيكون تما واحد الطفل اللي كيكون مدرب على التوازن، ايش التوازن ديالو فوق ذلك القارب، ويعطي واحد الاندفاع وواحد الجمالية لديك المجموعة. مقاطع الفيديو ديالو وصلوا اكثر من 20 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الفنانين الكبار بداو كيديروا دويتو معاه في تيك توك وكيقلدوا الرقصه ديالو الشهيره. هاد لاورا كيد ولا ظاهره في السوشيال ميديا كيدخل البهجه للناس وكيورينا ان الشهره ماشي ضروري تكون بالصوت ولا بالكلام، يكفي انك تكون عفوي وتضحك الناس كما تشهر وحدين اخرين. الى عجبك الفيديو بارطاجيه مع اصحابك وخلي لي في التعليق شنو رايك في هاد الطفل، واش فعلا موهبه ولا غير صدفه.